تخيل ان شكل وحجم تقطيع الخضار بيغير في طعمه تماما وممكن يقلل او يزود قيمته الغذائيه. ليه التوم ده طعمه اقوى من ده ومن ده بكتير، وجزره من دول افيد من التانيه؟ وليه في فرق بين التوم الفريش المعبأ والباودر؟ مبدئيا كده حقيقي شكل تقطيعك للخضار بيغير في طعمه خالص، وفي الجزر والتفاح ممكن يغير قيمتهم الغذائيه. عندك مثلا التوم علميا كل ما قطعته انعم، كل ما كسرت خلايا اكتر، كل ما طلع طعم اقوى، وكمان روايح ومركبات معقده. وعشان نثبت لكم النظريه دي هنعمل تجربه بسيطه جدا. عندنا 2 زيت زيتون، هنحط هنا تومه متقطعه شرايح وتومه مفرومه ناعم، نقلبهم شويه، نصفي الاثنين من التوم ونبدا ندوق الزيت. طبعا الزيت اللي فيه توم مفروم انعم كان الطعم فيه اقوى بكتير جدا، وده باختصار يعني غير كلام علمي كتير، لان المركب المسؤول عن طعم التوم اصلا مش موجود في التومه الصحيحه. هو بيتكون لما تقطع او تفرم التوم، بيحصل كده شويه تفاعلات بتطلع انزيمات تدي لك الطعم. نفس الكلام على فكره في البصله المتقطعه انعم بتدي نكهه اقوى، وده بالمناسبه اللي بيفسر ليه لما بنقطع البصل بنعيط، بس لو بصينا للبصله كده زي ما هي مش هيحصل اي حاجه. الفكره ان المركبات اللي بتطلع من تقطيع البصل او يعني تكسير خلاياه اللي هي بتدي الطعم وبتعمل حاجات تانية كتير، من ضمنها انها بتخليك تعيط. الكلام ده بقى بياخدنا لسؤال تاني مهم جدا: ايه الفرق بين التوم اللي لسه مفروم حالا واللي فرمه من امبارح واللي موجود في البرطمان والتوم الباودر؟ الحقيقه ان التوم الفريش بيبقى فيه 125 مركب مسؤولين عن الطعم والريحه. المركبات دي بتبقى في قمتها في عزها يعني بعد 60 ثانيه من تقطيعه، فطبيعي جدا لو اشتغلت بتوم لسه مفروم حالا طعمه هيبقى احلى واقوى كمان من اللي مفروم من قبل كده. فدول كده اول حاجتين: التوم الفريش واللي متقطع مثلا من امبارح او من اسبوع. الحاجه الثالثه بقى التوم المعبأ اللي هو اللي في البرطمانات ده اللي في سوبر ماركت، ده قصه ثانيه خالص. طبعا عدى عليه وقت طويل قوي، طعمه بقى اضعف. سواء الدقه يعني في منه نوعين: نوع بيبقى محفوظ في وسط حمضي زي السيتريك اسيد كده، وده للاسف بيقضي على المركبات وبيبوظ طعم التوم اكتر. في نوع تاني بقى بيبقى محفوظ في وسط دهن، يعني من الاخر حاطين عليه زيت. ده بقى احسن 100 مره، لان الدهون بتحافظ على مركبات التوم، بتخلي طعمه قريب شويه من الفريش، مش زيه بس مش وحش. طيب ماذا عن بودرة التوم؟ ده باختصار توم مهروس شالوا منه الميه فتحول لشكل جاف مركز جدا. النوع ده بقى ميزته ان فيه طعم توم قوي، بس عيبه ان فيه طعم توم وبس. بمعنى ان التوم الفريش فيه غير طعم التوم حاجات واحاسيس تانية كتير بتحس بيها على لسانك، في الحلق، في الريحه، في شيء كده من اللذوعه والطعم الحار شويه. لكن التوم البودره ريحه توم فلات جدا، ده غير ان طعمه بيضعف برضه مع الوقت. بس في نصيحه لو جربتوها ترجع التوم الباودر لحلاوه التوم الفريش: دوبوه في شويه ميه قبل ما تشتغلوا. بما انه توم مجفف يعني، فلو عملت له ريهايدريشن او اعاده ترطيب بالميه طعمه المفروض يفرق. فاحنا هنعمل تجربه تانية نشوف موضوع الترطيب ده بيفرق ولا ايه. هنجرب معاكم نفس الطبق ب3 انواع توم مختلفه: مره توم فريش، مره توم بودره، ومره توم بودره متدوب في ميه. عملنا التجربه ميكس بسيط جدا: زيت زيتون مع نوع التوم اللي هنحطه، رشه ملح وفلفل اسود. الملاحظه الاهم في التجربه كلها ان طعم التوم الفريش ما يتقارنش باي حاجه، قوي، ريحته ظاهره ومسيطر على كل حاجه. في المركز الثاني بقى التوم البودره اللي محطوط عليه ميه، اللي هو ريهايدريتد زي ما قلنا، فيه طعم توم مش قوي قوي بس موجود يعني. اما النوع الثالث بقى التوم البودره لوحده خالص، ده بقى ما جاش اصلا، كأن بناكل مكرونه ساده بالظبط. الكلام اللي فات ده كله كان بالنسبه للثوم والبصل، تقطيعهم احسن. اما بالنسبه للتفاح فالموضوع مختلف شويه. التفاح بيفقد جزء من فايده لما يتقطع، لان ببساطه جواه فيتامينات ومضادات اكسده، اول ما بتتفاعل مع اكسجين الهواء فايدتها بتقل ويمكن بتختفي. المشكله كمان في موضوع التقطيع ده هو السكينه اللي بتستخدمها لازم وضروري تبقى حاميه جدا. ليه بقى؟ لان في فيتامينات كتير بتدوب في الميه زي فيتامين سي كده، وبرده الكالسيوم والبوتاسيوم، دول بيتسربوا مع الميه اللي بتنزل من الفاكهه، وبالتالي السكينه البارده بتخلي الفاكهه تنزل عصاره اكتر، ميه اكتر، فتخسر الفيتامينات اللي فيها. اما الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون كده زي فيتامين دي ما بتتسربش ولا حاجه. بس ده يودينا لسؤال كمان منطقي جدا: هل في خضروات معينه لو اتقطعت فايدتها بتزيد؟ الحقيقه عندك حاجات زي الجزر زي الكرفس تقطيعهم بيزود الفايده. طيب لو هنبدا كلامنا بالجزر فهو في ماده طبيعيه اسمها بوليفينول، دي بتحميه من اشعه الشمس الضاره، وبرده هي آلية دفاع ضد الحيوانات. لو حيوان فكر ياكل ولا حاجه الجزر بيفرز بوليفينول، طعمه مش حلو بالنسبه للحيوان فبيبعد على طول. المركب ده بقى مفيد جدا لجسم الانسان، والنظريات بتقول كل ما قطعت الجزر كل ما هيفرز بوليفينول اكتر، وبالتالي انت تستفيد. عموما يعني لما تقطع الخضار، غير طبعا الثوم والبصل، لازم تستخدمهم بسرعه لان ساعتها هيبوظوا اسرع. اما لو عايز تحافظ على الفاكهه والخضار من اول ما تشتريهم، سيبهم كده زي ما هم من غير غسيل ولا تقطيع ولا حاجه، هيعيشوا معاك مده اطول. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا لو عايزين حلقات تاني شبه دي.